لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. بعد صراع مع المرض انتقل إلى رحمة الله الفنان القدير محمد المنيع، أحد أبرز وجوه الدراما والمسرح الكويتي، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات. وسيوارى جسمانه السرى اليوم السبت بعد صلاة العشاء في مقبرة الصليبخات. ولد الراحل في 1 يونيو 1930، وكان من المؤسسين الأوائل لفرقة المسرح الكويتي عام 1964، بعد أن انضم قبلها إلى المسرح الشعبي عام 1961. وفي العام نفسه تم اختياره عضوا في اللجنة الإدارية والمالية لفرقة المسرح الكويتي. بين عامي 1965 و 1969 شغل المنيع عضوية مجلس إدارة الفرقة، وتولى منصب نائب رئيس المجلس الإدارة في موسمي 1966 و 1967، والموسم اللاحق مساهما في صياغة توجهات العمل المسرحي ذات. شارك الراحل في العديد من الأعمال الدرامائية البارزة، منها مسلسلات غصون في الوحل وزمان الإسكافي والداية، إلى جانب مشاركات مسرحية شكلت جزءا مهما من مسيرته وإرثه الفني. وزارة الإعلام ذكرت بمسيرته الحافلة بدءا من انضمامه لفرقة المسرح الشعبي ومساهمته في تأسيس فرقة المسرح الكويتي، وصولا إلى مشاركته في العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية التي تركت إثرا كبيرا في قلوب الجماهير، خاصة بما قدمه من أدوار إنسانية تمس قضايا المجتمع. وقد وصف الراحل في الناعي بأنه صاحب موهبة مؤثرة وأسلوب عفوي وأداء متميز والتزام ترك بصمة لا تنسى في ذاكرة الفن الكويتي والخليجي. يعد المنيع من أعمدة الفن الكويتي والخليجي، ولد في منطقة القبلة والكويت، وبدأ حياته المهنية في مجالات متعددة، من بينها اللحام والعمل في شركات النفط، قبل أن يتجه إلى التمثيل، حيث تأثر بالمسرح مبكرا وانضم إلى فرقة المسرح